اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير وصحة وسعادة. حلقة جديدة، والنهاردة معانا يعني كام تركاية كويسة كده، كام حدوتة حلوة هنقولها مع حضراتكم في الحلقة ديت. معانا حاجة خاصة بين رمضان والاهلي. محمد علي بن رمضان والاهلي قصة ما اتقفلتش خالص يا جماعة خالص. ومعانا يعني خبر خاص بعلي معلول. شخصيا انا ما احبش الخبر دوت، لكن مضطرين ان احنا نتكلم عنه بحسب المعلومات اللي عندنا. والحاجة التالتة خاصة برضو بنادي الزمالك والاصابات، ملف الاصابات جوه نادي الزمالك. واتمنى المسؤولين ما يزعلوش، لكن اتمنى ان هم ياخدوا الكلام ده على محمل الجد. يعني احنا طبعا لا بنتهم حد ولا بنتكلم مع حد، احنا هنتكلم على وقائع، يعني هنخلي الناس ومعلومات، هنخلي الناس تاخد بالها من القصة ديت. محمد علي بن رمضان والاهلي. طيب بقى قصه محمد علي بن رمضان مع الاهلي اتقفلت؟ لا ما اتقفلتش. خليني اقول لكم كده، نبدا ونقول ما اتقفلتش. طبعا كلنا عارفين ان محمد علي بن رمضان في الميركاتو او في السنه اللي فاتت بشكل عام كان قريب من الاهلي. الاهلي دخل في مفاوضات جاده مع اللعيب وناديه المجري فرين تفاروشي. يا رب بس اكون بقول الاسم مظبوط، لان الاختلاف في الاسم رهيب جدا، نطقه رهيب ما بين الانجليزيه والفرنساويه وتحريف العربي. يعني خلينا نقول لعيب بالدوري المجري. محمد علي بن رمضان فريق دوت بطل الدوري المجري، كان بيلعب دوري ابطال اوروبا ساعتها، وكان في قصه كبيره، والاهلي فعلا كان خلاص على بعد خطوه من اتمام التعاقد مع محمد علي بن رمضان، ولكن لاسباب ماليه من ناحيه، واسباب من ناحيه ان الاهلي كان بيمط قوي في التفاوض يعني مش عايز اقول، بس هو كان عايز ياخد افضل سعر ممكن. ده من ناحيه. موضوع برضه له علاقه بالوكلاء من ناحيه تانية. في المجمل الصفقه ما نفعتش، وكان في برضه اتجاه مهم عند اللعيب. محمد علي بن رمضان ساعتها ما كانش الاهلي هو الخيار الاول بالنسبه له. الخيار الاول بالنسبه له ان هو كان يكمل في اوروبا، لسبب ان هو لعيب صغير، يعني 25 سنه تقريبا دلوقتي، يقدر ان هو يروح اي دوري كبير. الفريق بيلعب دوري ابطال اوروبا، فريق مصنف في يعني كان بطل دوري مجري، بيروح دوري ابطال اوروبا على طول، فكان عنده فرصه. وبرضه من اتجاه تاني، يعني الاهلي بنفس الترجي، فيعني هو عنده شعبيه كبيره جدا في الترجي، يعني هناك هم مجنونين بيه، ووالده ليه علاقه كبيره جدا بالمسؤولين هناك، فبالتالي يعني محبش ان هو يخسر القصه ديت، وقال لك ان انا اكمل في المجر، ويعني ويكمل رحلته في اوروبا. ولكن هل الاهلي اغلق ملف محمد علي بن رمضان؟ لا. هل في تواصل؟ في تواصل قوي؟ لا مش قوي. لكن في اهتمام من الاهلي، في اهتمام من الاهلي. اهتمام عباره عن ايه؟ اهتمام ان انا بتواصل مع وكيله، اهتمام ان انا بقول هو محمد دلوقتي طلباته ايه، اهتمام دلوقتي ان انا بتكلم وبقول هل هو عنده رغبه ان هو يمشي الفريق ولا لا. حاليا على فكره هو ووكيله عندهم رغبه ان هم ياخدوا خطوه جديده، ده المدخل اللي خلى الاهلي يرجع يتكلم تاني مع وكيله مع اللعيب. فكره انت رغبتك ايه؟ طيب يعني هندخل نضيع وقت ولا هنقدر ان احنا نتفق؟ هل عندك مانع انك ترجع افريقيا عن طريق الاهلي ولا لا؟ فالكلام موجود، موجود. الاهلي هيقول لك لا الكلام موجود ومعلومات مؤكده، الاهلي بيتكلم، لكن مفيش، يعني لسه مفيش الكلام القوي الرسمي. لكن اي صفقه كبيره يا جماعه تبدا من كده. يعني زيزو بدات من ايه؟ اتكلم الاول مع زيزو، اتكلم الاول مع ابو زيزو، ايه رايكم؟ ممكن ولا لا؟ طيب نتكلم ولا لا؟ طب ناخد خطوة أزيد ولا لا؟ طب المبدأ إيه رأيك فيه؟ بعدين نتكلم في الفلوس. فأي خطوة بتبدأ بكده يعني. فمحمد علي بن رمضان في حسابات الأهلي، ومش بعيد تلاقوه في كأس العالم للأندية مع الأهلي، مش بعيد خالص. الأهلي محتاج المركز ده تحديدا، والجمهور بيتكلم إن الأهلي محتاج لعيب رقم 8 اللي هو بيطول هجمة وي واللي على فكرة الإدارة عندها نفس القناعة. آه كولر طبعا يعني كان طالب المركز دوت، ولذلك هو كان متمسك بحمدي فتحي، لكن حمدي فتحي مشي. وفي كلام كبير ان حمدي فتحي هيرجع مع الاهلي بعد كاس العالم للانديه، يكون خلاص مع الاهلي بشكل رسمي. لكن ده ما يغنيش عن صفقة محمد علي بن رمضان، خاصة ان عدد الاجانب ممكن يعني السنة الجاية للأهلي يعني يقل شوية، لأن عندك لعيبة ممكن تخرج ما تكملش معاك. لو استمر كولر مع الأهلي ما أعتقدش إن ديانج هيكمل مع الأهلي. وعندك يعني هذا يعني ممكن أشرف داري، ممكن يعني ممكن القائمة بشكل عام تتغير. يحيى عطية الله، مصير علي معلول، ده هنتكلم عليه في الجزء التاني أو الخبر التاني معانا، أو الموضوع التاني اللي معانا في الحلقة. فمحمد علي بن رمضان اختيار أهلاوي في المركز دوت، والاهلي ما قفلش الباب، والاهلي بيتكلم مع اللعيب مع وكيله. ما فيش حاجه رسميه للنادي المجري، ما فيش حاجه رسميه لا معاه، ولكن في كلام
عادي، وده كلام طبيعي في مفاوضات مع الوكيل ومع اللعيب. وايه رأيكم ممكن نتكلم في نشوف فلوس، نتكلم هل عندك لعيب، هل عندك سعادة انك ترجع افريقيا والقصة دي يعني. الموضوع التاني اللي معانا هو ليه علاقة بعلي معلول. يعني عايز اقول لكم ان الاهلي واخد قرار، سواء كولر كمل او كولر ما كملش، ان علي معلول مش هيكون موجود مع الاهلي في السنة الجاية، يعني مش هيكون في تجديد للعقد. طيب ده بسبب ايه؟ بسبب ان هو دلوقتي بعيد عن المشهد تماما. بالنسبة لكولر مش موجود مع كولر، ويعني ما اعتقدش ان هو يعني هيكون موجود خلال الفترة اللي جاية. دي قناعاتي الشخصية، لان كولر خلاص لما بيحط حد في البلاك ليست مش شرط يكون حد وحش، لا، لكن هو مش اختياره، ما اكنه مش شايف خلاص. طيب الإدارة شايفة ان اللعيب كان لازم ينزل الملعب ولازم نحكم عليه، ولكن في نقطة مع علي معلول تحديدا. الأهلي جامل علي معلول في السنة الأخيرة، اللي هو تم كيده فيها. الأهلي جامل علي معلول، إصابته طبعا بشكل عام بقى، يعني الأهلي وقف جنبه فعلا في سنتين، من ساعة الإصابة، سنة الإصابة، وبعدين يعني الفترة دي كلها بقى النهاية إلى استكمال ونهاية عقده بنهاية الموسم دوت. فبالتالي الأهلي وقف جنبه فعلا، الأهلي وقف جنبه، والأهلي قدر إن هو يساعده إن هو يكون موجود. و يعني عقده كان انتهى في شهر 5 اللي فات في ماتش الترجي. المفروض يعني كان بعد الماتش كان المفروض ان هو يعني في كلام ان هو يا اما كان يجدد او كان يروح قطر، وكان في كلام مؤكد ان هو كان متفق مع قطر هناك، مع فريق في قطر يعني. ولكن جت الاصابة، الاهلي تحمل موضوع الاصابة، الاهلي اللعيب اصيب، ومعاك سنة اهو، جدد الاهلي سنة، والسنة التانية طبعا هتكون بقى بالموافقة. فخلينا نتكلم في المدة اللي احنا عايشينها مع علي معلول. علي معلول عقده هيخلص مع الأهلي بنهاية هذا الموسم، بنهاية هذا الموسم علي معلول طبعا عقده هيخلص مع الأهلي. واتجاه الإدارة إن طالما يعني مش هيلعب، وكولر مش هيلعبه، ومش هيكون موجود في كأس العالم للأندية، أو مش هيكون جاهز لكأس العالم للأندية، ويعني ممكن يكون في تغيير في يعني تغيير في علي معلول. يعني علي مش هيكون خلاص موجود مع الاهلي، ويبدا يعني الاهلي خلاص يشوف بقى مكان اجنبي تاني او حاجه. او انا بقول الكلام ده وانا متضايق، لان علي معلول بالنسبه لي لعيب ايقوني الحقيقه، يعني لعيب قوي جدا، لعيب جريندا، لعيب يعني بيدي لك كل حاجه في الملعب، لعيب نادرا ما هتلاقي زيه في اي نادي مصري، مش الاهلي والزمالك بس، يعني اي نادي نادرا ما هيجيب محترف بالكواليتي والروح والانتماء ده. مش الانتماء ان هو عاشق للكيان، لا، على الاقل ان هو بيديلك كل اللي عنده في الملعب، على الاقل يكون مخلص ليك جدا، على الاقل بيخليك انت رقم واحد دايما. هو ده المقصود، يعني. ولكن الاتجاه حاليا الاداره ان طالما علي معلول بعيد عن المشهد، فمش هيتم التجديد ليه. يعني هدفع مثلا مليون 200 مليون و200 الف دولار، يعني رقم كبير جدا طبعا مع فرق العمله، فيعني ومش مضمون. لان هو كان افضل حاجه ان هو كان يتجهز في الفترات دي كلها ويلعب من اول ما تم قيده ان هو يلعب، لكن كولر ما كانش واخد القرار ده. فبالتالي خلاص هو بقى موجود، هتحتاج ان انت تجهزه في 3 4 شهور تانيين لما ينزل الملعب مع الفريق الاول بقى، او يعني مع الفريق الاساسي بشكل عام. آه، فده صعب يعني. فكولر موجود او مش موجود، يعني علي معلول مش هيكمل مع الاهلي. يعني ده اتجاه الاهلي حاليا، ده اتجاه النادي حاليا. علي معلول مش هيكون موجود في الموسم الجديد، سواء كولر كمل او ما كملش. الموضوع التالت بقى اللي معانا هو ليه علاقة بالإصابات اللي في الزمالك. الجهاز الطبي للزمالك، مش هذكر أسماء، الجهاز الطبي في الزمالك من أفضل ما يكون، ناس كلها بروفيشنال، ناس محترفة، ناس قوية جدا في شغلتها، ناس يعني عندها سيرة ذاتية كويسة، يعني حاجة 10 على 10 يعني. ولكن في الفترات اللي فاتت يعني في علامات استفهام على موضوع الإصابات. يعني بحسب معلوماتي إن مثلا ناصر ماهر لما جه اتصاب ما كانش فيه التشخيص يعني التشخيص اللي هو اتعالج على أساسه ما كانش مظبوط أوي، ما كانش دقيق أوي. ولذلك لما رجع، لو تفتكروا في ماتش سيراميكا كليوباترا في الدوري، اتصاب تاني وقعد فترة تاني. فكرة التشخيص ما كانش دقيق، ويعني كان ممكن يستنى شوية أكتر، وكان ممكن يعني ياخد
يعني طالما التشخيص كان دقيق 100% خلاص هياخد بقى فترة العلاج المظبوطة يعني. لكن طالما التشخيص مش دقيق، انت الإصابة ممكن تتجدد في أي وقت وده كلام أكيد يعني. فطيب احنا خلينا نقول بقى ان طبعا بيبقى في اختلاف في العضلة، وفي احيانا اللعيب برضو بيكون مستعجل ان هو يرجع، الجهاز الطبي بيتكلم. طب يعني في حاجات برضو احيانا يعني بيكون ضغط على الجهاز الطبي وشايف اللعيب كويس ويعني خلاص. لكن أنا يعني مش عايز ادخل في تفاصيل اكتر من كده، ومش عايز يعني اتوسع في الكلام اكتر من كده. لكن اللي انا عايز اقوله بس ان يعني التشخيص او المعاملة الطبية مع اللعيبة، يعني شايف ان لازم يكون فيها تركيز اكبر. وانا ضربت المثل بحسب معلوماتي، حسب معلومات، هأكد تاني مش كلام انا قايله، بحسب معلومات ان التشخيص الاول لاصابة ناصر ماهر لو تفتكروا من فترة كان مش مظبوط. وبعد كده اللعيب نزل في ماتش سيراميكا، نزل بديل، اتصاب، وساعتها خلاص يعني كان الإصابة اتجددت وخد بقى فترة العلاج بتاعته وكمل يعني. فدي نقطة مهمة لازم الجهاز الطبي للزمالك يركز عليها، يسيب تسرع اللعيبة على جنب، ويسيب طلبات الجهاز الفني على جنب، ويركز هو بس في تشخيصه المظبوط، ويركز هو بس في المدة العلاجية المظبوطة اللي بيحتاجها أي لعيب لما يتصاب يعني. ده الفيديو بتاعنا النهاردة، أشوفكم في فيديو جديد قريب إن شاء الله. السلام عليكم.